You've never been here? كده جوه الاوتيل. الباترون هي زي الساحل شويه. متحف حلميز، متحف الليموناضة الأول والوحيد بالعالم. النهارده الجو حر بقى شويه، فقلت اكيد الناس هتبقى هربانه على البحر، فبفكر ان انا اطلع دلوقتي على الباترون تاني. كنت رحت الباترون مره، بس رحت على الساعه 7 8 بالليل، فما لحقتش اعمل حاجه هناك قوي، يا دوبك اتعشيت وروحت. بس دلوقتي بقى اروح تاني نشوف الباترون بتقول ايه. اللي انا فاهمه ان الباترون هي زي الساحل شويه، هي المكان اللي فيه البحر، نزول وخروج، اكل، فسحه يعني من الاخر، مش مدينه سكنيه قوي. فيلا هنروح على الباترون واشوفكم من هناك. اذكى اخواتي والله، نزلت في حته غلط. نزلت في حته غلط، بس لقيت في بحر هنا جنبي، فهمشي في اتجاه البحر اشوف هوصل لفين. بس البحر النهارده شكله هايج، مش نزول خالص. ايه الاخبار؟ اعتقد مفيش بيتش اكسس في المكان، في الروقان. Here. انا دخلت المكان وحد سألني انت بتعمل ايه، بس انا مش فاهم انا فين اصلا، يعني لقيت نفسي هنا. شكلها شاليهات اعتقد يعني. تقريبا دخلت جوه اوتيل. تقريبا كده انا جوه الاوتيل. هطلع بقى لان انا كده مش مبسوط، يعني مش ده الفايب اللي انا بدور عليها خالص. بتدور على حاجة؟ مراتك؟ انت بتدور على مراتك في الصابون؟ لا لو كده الخاتم. ان شاء الله هتلاقي الخاتم ان شاء الله، ولو ما لقيتوش مش هتروح، هنقعد مع بعض هنا. حلال اهو. هو ده الخاتم بتاع جوازك؟ ايوه الخاتم بتاعه هو. تفتكرك بقى جاي بتلعب بديلك في الباترون. بتلعب بالميه. هي مش فاهمه ان دي اخر طموحاتنا. يلا الحمد لله لقى الخاتم بتاعه، هيروح. في حد هيعرف ينام في بيته النهارده؟ البحر الاولاني زي ما شفنا كان مستحيل ان هو يتنزل. فدلوقتي انا رايح على واحد تاني اسمه كولونيل. ده كل حد بيقول لي ان هو يعني لازم يتراح في الباترون. فاروح اشوف لو البحر هنا يتنزل، لو لا بقى نشوف مكان تاني. You've never been here? First time. Will you join me? I can assure you I'm totally cool. It's totally cool. And وانا داخل على البحر لقيته، فبيقول لي المكان هنا للفوتوغرافي حلو. Man, that's cool. يلا cheers. I'll meet my friends and I'll bring them. you're missing out unless you go up to the top there. Will do. It's magic. Will do. Thanks man. ما انا مش عبيط قوي برضه، يعني مش عبيط قوي. ممكن في مرة تانية، بس هو اعتقد ان هو ما عندوش بيت يعني. قلت خلي البتاع ده في وقت تاني، نبقى مع بعض مع شباب كده كتير، عزوة ونطلع مع بعض. بس هو الراجل لقيت لبسه مقطع وبتاع، فقلت غالبا هو ساكن هنا، فحبيت ان انا ما اطلعش يعني في نفس الوقت اللي هو قال لي فيه. بعد كده شفته تاني بيتمشى بره، فممكن يكون روح، فجيت بقى تاني عند البيلدينج الغريب ده. سو يعني كان هيبقى اكيد بيلدينج عظيم ان هو يبقى بالحجم ده على الفيو ده. اكيد كان البلان ليه انه يبقى حاجه جامده. طلعت ان انا كنت ماشي في حته غلط. كالعاده البيت المهجور ده. بس نبص بقى مع بعض على الكولونيل ريف بيتش. ده المدخل هنا،
هناك لو بصيتوا بعيد تلاقي كولونيل ريف بيتش. wind surfing, kayaking, free diving, fishing bar. يلا نبص مع بعض. اوف في ار 1200 هنا. ده كده خلاص انا اتاكدت ان انا هتبسط. صاحب الموتوسيكل ده بقى ندور عليه بقى مع بعض وننزل ناخد رايد. اوكي هنا في نزول، من الواضح ان هنا عادي. ده الكولونيل بيتش. محتاج اغير وانزل اخيرا اشوف المية بتقول ايه. نجيب حاجه اشربها، عايز اشرب حاجه برضه. صرت على الحر النهارده في البحر. البحر كان جامد عامه. دلوقتي معروف عن البحر ان هو غدار، ده رقم واحد. رقم اتنين البحر بيجوع، فهطلع من هنا على السوق اروح. ايه ده الكلب ده عامل دريد لوكس، والله عامل دريد لوكس. المهم اتحرك دلوقتي على السوق عشان اروح اكل. كده خلصنا كولونيل بيتش. let's see what is coming next. بيتش تاني في البطرون. وانا ماشي برضو لقيته. مش متأكد من اسم البيتش ده ايه، بس برضه في الشارع كده. انا بتمشى لقيت نفسي في نصه، في شمال الناحية دي كده. هو البحر ده اسمه ايه؟ الحتة دي اسمها ايه؟ بحسة. بحسة. البحسة. اوكي حبيبي حسين. البحسة. خلاص عرفنا احنا فين. احنا في بحر البحسة. احنا في فيلم كرتوني. في بجعة ماشية في نص الشارع موقفة الشارع، هتعضني. بتعض خلي بالك. تعرفيها ولا أول مرة تشوفوها؟ لا كيف أول مرة؟ معنا. ما نحن مربيين. اوكي. شو صورة هيك. يا عم بيع اللي هون مع البس. كانت عم تسمع. ايبا. انا قاعد هلا مع البجوع. قفشت. اللي يجي البطرون عايز ياكل وجبة واحدة بس. وجبة؟ هاكل مرة واحدة. تنصحيني بإيه؟ ساندويش ولا؟ لا أكل بقى. وقعة؟ يعني ايه وقعة؟ غالبا هتبقى وقعة. لو مش ساندوتش يبقى وقعة. يعني ايه وقعة؟ طبق. يس طبق. لا. وين بدي ابعتك؟ ليك فيك تطلع، اذا طلعت من هون تطلع بالسوق، في هونيك بيعملوا طبقات. اوكي. صار في محل اسمه زيتونة. مطعم الزيتونة. اوكي. حدو في كمان أوهانس، حدو في كمان شاين فيش، مطعم. ثانية. مطاعم اسمهم هيك. ما حضرتك هتقولي لي حاجة واحدة بس، أحلى حاجة اللي هي أحلى حاجة بتوحشك. سمك. أحلى محل. نسيت اسمه. مشاوي اكسبرس. مشاوي اكسبرس. مشاوي اكسبرس. أوكي. بس اللي تحته ده احسن. انت بدك تضيع هلا لانه البترون بتضيعك لانه في كتير. سؤال مشاوي اكسبرس السمك. مشاوي اكسبرس. ايه صحن. ده حضرتك من البترون ده هتاكلي فيه. ايه ماشي خلاص ديل. يمكن تحبه يمكن ما تحبه. لا هحبه اكيد لو حضرتك بتحبيه. يلا عن اذنك ميرسي. يبقى مشاوي اكسبرس هو الحل. تصحيح للمعلومة، سمك اكسبرس مش مشاوي اكسبرس. هو في اتنين، واحد سمك اكسبرس وواحد مشاوي اكسبرس. فاللي احنا رايحين عليه دلوقتي هو سمك اكسبرس. هو اللي انا شايفه ده حقيقي. هو في واحد بيقشر السمك للناس في المطعم. حقيقي والله. لبنان غير والله. ليفل الدلع مش موجود. في حد بيقشر الجمبري للناس في الريستورانت. المهم ده سمك اكسبرس الشباب نصحونا فيه. بس هدخل بقى اسال لو عندهم كارت ولا لا، لان انا لو ما عندهمش كارت مش هعرف اكل هنا. ما عندنا المشي. مفيش اي حاجه.
اوكي. مشكلتي الابديه في لبنان هي الكاش. كل الاماكن بتاخد كاش، وانا مش متعود على الكاش. انا بقالي فتره بصراحه ما بستخدمش كاش خالص، فما كنتش عامل حسابي ان انا هصرف كاش كتير كده. ومعظم الاماكن كمان ما بترضاش تاخد كارت يعني، او ما عندهمش اصلا كارد ماشينز. يعني معظم اماكن الاكل اللي انا بروحها ما عندهاش كارد ماشينز، ودي اكتر حاجه بتكلف. تاكسيات الابلكيشن ما فيهوش اونلاين بيمنت، فبرضه بضطر ان انا ادفع بالكاش. طيب نتكلم عن سوق الباترون. طبعا انتوا عارفين لبنان، اتكلمنا قبل كده على موضوع الحضاره الفينيقيه او الفينيقيه بمعنى اصح. فسوق الباترون بقى هو واحد من الاماكن اللي الفينيقيين عملوها. هم الفينيقيين كانوا في معظم الاماكن اللي على الساحل بتاع بيروت موجودين وبانيين حاجات كتير هنا. فواحد منهم هو السوق اللي احنا فيه ده، وكمان هنشوف بعد شويه السور الفينيقي. وهي تقريبا اقدم مدينه الفينيقيين عملوها على البحر المتوسط، وهي معناها اكشلي بيت الصخر، بيت تورون، يعني بيت الصخر باللغه الفينيقيه. كانت الناس عايشه هنا في السوق زمان، كانوا بيبيعوا هنا المنتجات الزراعيه كلها، زيت زيتون، سمك وأقمشة وكده. والسوق مبني من الاحجار الرمليه الصفراء اللي انتم شايفينها. بعد كده بقى في العهد العثماني السوق ده انتعش اكتر بكتير، بس فترة الحرب الأهلية السوق يعتبر كان اتهجر تماما، ما عادش في ناس بتيجي هنا كتير. ودلوقتي بقى السوق بقى كله كده زي ما انتم شايفين محلات حرفية. هم محافظين على الانتيرير بتاع الأماكن زي ما هو. بقى سورت اوف مركز ثقافي، بتشوف حرف يدوية كتير قوي هنا في السوق. طول ما انا ماشي شفت حاجات كده بتعمل بالايد. طيب اول ما بنطلع من السوق على طول بنلاقي قدامنا مينا الباترون. دي مينا الباترون، هي مينا شغاله لحد دلوقتي وموجوده من ايام الفينيقيين. واعتقد عشان كده السوق كان معمول جنبها على طول، ان هم بيجوا على طول من المراكب البضاعه تنزل تتباع في السوق. فده سبب وجود السوق جنب المينا. واعتقد معظم المدن الساحليه بيبقى فيها نفس الحاجه، يعني بيبقى السوق اقرب حاجه للمينا، عشان زمان ما كانش فيه شحن زي دلوقتي. فكان لازم ان انت تنزل وتحمل حاجه تاخدها على طول على السوق. رحلات بحريه، هي بتروح فين الرحلات دي؟ الرحلات دي بتروح فين؟ باترون سي تريبس. اهلا عشان محدش يقول ان انا بفبرك. انا هو كنت ماشي قدامكم بسأل اسئله طبيعيه، الراجل قال لي اطلع ما عملتش حاجه. وبكام؟ ب$2. عشان زياد عقيقي يعرف ان انا ما باخدش السجشنز بتاعته كده، كل حاجه بيقولها لي بدور عليها وبلاقيها. يعرف ايه بيعمل ايه في عصير الليمون عشان يبقى عنده الزحمه دي كلها. ايه المميز طيب؟ الميديا اللي عملته ميديا، بس هو عايز عصير ليمون في الاخر صح؟ الميديا حاطين له اعلانات احلى عصير ليمون. شكرا حبيبي. انتصرت، جبت الليموناده بتاعت حلمي، لا اشهر ليموناده بالعالم. شوف ايه الازعرينه اللي معموله دي بقى حقيقيه وتستاهل ولا ما تستاهلش؟ نشوف. اوصف ازاي بقى الطعم؟ مش هعرف اوصف طعم الليموناده. هي الليمون فيها قوي، بس هم تقريبا بيشيلوا القشر لان هي ما فيهاش مزازه خالص. سكر بالنسبه لي كتير شويه، لان انا مش بشرب ليمون مسكر قوي، بس لا تستاهل. في حاجه بتزاولني قوي في الكلام مع اللبنانيين لما بتسالهم على حاجه عملتها ولا لا. مثلا رحت الباترون قبل كده، فبيقول لي رايح. انا بفهم رايح دي يعني هروح،
بس هما لما بيقولوها بيبقى قصدهم ان هو خلاص انا رحت خلاص. رحتها قبل كده. يلا علي احكي لي بقى عن حلمي. انا وانا داخل، استنى امسك ده المايك بتاعك. انا وانا داخل بقول ان هو عادي عصير ليمون، يعني كل حد بيعمل عصير ليمون، فعايز افهم ايه المميز بقى في حلمي. هلا كحلمي انت دقت الليموناده ولا بعد؟ لسه انت هلا دوق الليموناده وبتعرف ليش نحن اطيب ليموناده بالعالم. وفي عالم بيسالونا شو السر. هلا ما بعرف كريمه كيف بدي لك، بس هو المحبه والاخلاص اللي بنعمله فيه، اللي هو ما بيقدر اي حدا يعمل مثلنا. بس هلا انت بمتحف حلميز، متحف الليموناده الاول الوحيد بالعالم. هلا اكيد 3 دقايق ما في اشرح لك اكثر من 130 سنه، بس اعطيك فكره عن الاشياء الموجوده هون. حلميز اسسوه 3 اخوه صبايا، رنا، فرح، نور، حلمي، اللي خلقوا وربيوا بعائله اساس الليموناده بالبترون. بيرجع تاريخ عائلتهم بالليموناده لسنه 1888، يعني تقريبا من 140 سنه. وقت بيوا لجدهم للصبايا كان اول شخص عمل الليموناده بالبترون، والوصفه كانت كتير طيبه ومميزه وانتشرت بسرعه. صارت ليمونادتهم معروفه وين ما كان، ومن وراها انعرفت الليموناده بالبترون. ومع النجاح المستمر اللي عم نعيشه بحلميز، حلميز بيستقطب سياح من كل انحاء العالم، من مغتربين لبنانيين حتى من كل مناطق اللبنانيه ليدوقوا يحصلوا على افضل ليمونيد بالعالم. وتميزنا لدرجه اخذنا وسام الارض سنه 1974 من رئاسه الجمهوريه، اذا بتحبوا تشوفون هيك، تأدينا للدوري الريادي لقداه، لانه صار من اهم المعالم السياحيه بلبنان. وهلا عندنا 13 فليفرد ليمونيد، 13 نكهه ليمونيد، غير الكوكيز والمافلز والبوظه. وبعدنا لهلا بنعمل نفس الوصفه نفس الطريقه تبعت 1888. وفي كتير اشياء من 1800 اللي كانوا يستعملون، مثل حالات نحاس من 1880، ميزان الخشبه. الخشبه دي ايه؟ هيدا ميزان. وفي الطاوله الرخاميه اللي كانوا يستعملوها 1890، والقمع المعدني 1880، مبرشة الثلج، فولة، وفي الكفكير. بعدين تطورنا بسطل الليموناده 1960 الى اول مكنه تبريد ليموناده عام 1960، ده شيء حلمي. واول مكنه تثليج ليموناده بالعالم وبلبنان عام 1990. طيب وبكده نكون خلصنا النهارده فيديو الباترون. يا رب يكون الباترون عجبتكم زي ما عجبتني. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو، سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم.